الحرشة اختي على حقها وطريقها حرشة غربوية ما شاء الله، خاصها غير شي زبيدة بلدية ونقدموا الفطور ديالنا ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا اخواتي، واللي بغى يدير نفس الطريقه يجي معايا لهذا الفيديو من البدايه وغتشوفوا طريقه الحرشه كي دايره ساهله وماشي بالسميد بوحدو. دخلوا معايا الفيديو وغتشوفوا الطريقه اللي هي سهله ومبسطه عفوا، وخصوصا بالنسبه للمبتدئات. يلا هالاخوات، واللي دخل عندي ما ينساش شي تعليق محفز، شي لايك، واللي ما مشتركش عندي في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. وحريشة ما نقولش لكم عليا الاخوات، ماشي غليظة ماشي رقيقة بزاف، واللذة ما نقولش لكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا اخواتي. هانتوما كتشوفوا نزلنا السميد يعني قياس 300 غرام، وزدنا معاه شويه سميده لكن هي بالنخاله ديالها، يعني كومبلي سميد رقيقه كومبلي بنخالتها بكلشي ليها. درنا واحد 2 معالق صغار ديال الزيت، وكيف شفتوا راه عندنا تما معلقه ديال الزبده. ممكن ديري زبده نباتيه، ممكن ديري زبده حيوانيه، نتوما كتشوفوها بحراره المطبخ. درت شويه الملح، انا كنبين لكم باش تشوفوا السميد كيفاش دايره. فاش كتمزجي ما بين هاد السميده وهاد السميده كتجي الحرشه ما نقولش لكم رائعه، واحد اللذه ما شاء الله. هنا اخوات صافي بقى ليا غير نضيف شويه سكر سنيده، ممكن ديري معلقه صغيره ديال العسل، وغنضيفو قريصه ديال الخميره ديال العجين. هانتوما عاد تشوفوا من بعد ما غنحك هاد السميد مزيان، عاد غنضيف شويه الخميره وشويه البيكنج باودر. غنحك هاد السميده حتى نبسبسها مزيان بداك هانتوما حتى تولي على هاد الطريقه. ايوا دابا غنديروا شويه كيف شفتوا راه هي خميره ديال الخبز، وغنديروا نصف ساشي يعني 4 غرام ديال الخميرات الحلويات البيكنج باودر. كلشي واضح قدامكم اخواتي. دابا غنخلطوها بالماء البارد من الصنبور من الروبيني، غنخلطوه تشوفوا الطريقه كيفاش غتكون التخليطه ديالها في الاول. غادي نحيدو بعدا واحد شويه باش غادي نرشو ديك المقله، وباش غادي نرشوها من الفوق من بعد ما غنقادوها في المقله ديال الخبز ديال الخبيز، يعني كل واحد كيف كيقول ليه. غنخويو الماء حتى تشرب مزيان الماء، يعني هنا غتدي ليا قياس كاس ونصف. غنزيد الماء، راه هنا كناخذ الماء من الصنبور، يعني راه ماشي تقولي سخون ولا دافي ولا. نتوما كتشوفوا اخواتي كتخلطي غير هكذاك بصبيعاتك بحال كتخلطي شي صابلي. صافي مني كتخلط كتشوفيها كيفاش الماء يكون يعني شاربه الماء مزيان. هانتوما كتشوفوا الماء كيبان لكم مني كتقادوا هذوك تيبقاو داك الاثر التصبيط، راه كاين الماء تيبان لكم. وغنزيد نبينوا لكم اكثر. هانتوما اخواتي يعني على هاد الطريقه تكون الماء يعني تعطيها الماء، وغنخليوها نمشيو نوجدوا نردوا اتاي وداو نوجدوا بما شربت واحد شويه. وكنرجعوا المقله ديالنا الخبز، يا اما دهنيها بزبيده ولا بزيت، ورشيها بديك السميد اللي نتي نقصتيها من التحت وخلي شويه للفوق كيف كتشوفوا درت انايا. هانتوما الطريقه، انا حطيت الحرشه ديالي. علاش غنوريكم شويه الماء، هنا نزلت شويه الماء باش كنفزق يدي وكنطلقها. هانتوما اخواتي غنطلقوها، وعاد ناخدو ديك السميده نرشوها عليها ونقادوها بواحد لاسباتول يا ديال العود يا ديال البلاستيك اللي عندك. هانتوما كتشوفوا غنرشو هذيك السميده، وغادي نزيدو نطلقوها شويه ونقادوها من جناب بواحد لاسباتول، وعاد غنزلوها فوق الفرن باش طيب. النار هنا كنديروها ما مجهداش ما قليلاش بزاف، ونردوا ليها البال. وهنا معكم الى نهايه الفيديو ان شاء الله. انا خديت هاد السباتول ديال العود هكذا تنقاد، يعني نقرص بيدي وفي نفس الوقت كنقاد بهذيك باش تولي مقاده لي مع الجناب.
هانتوما كتشوفوا اخواتي، يعني انا كنسهل على المبتدئات اللي كتعذبهم بعض المرة الحرشة ولا كتهرس ليهم، ولا سيري بهذه الطريقه وتبعي الفيديو الى الاخير وغتجي الحرشه ديالك ما شاء الله. من بعد ما قاديناها هانتوما كتشوفوا دابا غادي نديوها فوق الفرنو. ها هي الحرشه ديالنا كطيب وكيف شفتوا راه بدات كتنفخ شويه، هنا بدات كتشد راسها. دائما ما نقلبوا الحرشه ديالنا حتى ندخلوا ديك لاسباتول كيف كتشوفوا دابا، ونشوفوا الحرشه ديالنا كامله كتهز باش ما تهرش لينا وما تلصقش لينا. هانتوما هزيتها من جميع الجوانب باش تشوفوا الطريقه. نهزوها وتبان لينا صافي راها طيبه، عاد ممكن نقلبوها. وها كيفاش كنقلبوها، الا كانت عندك المقله بهذه الطريقه، كانت عندك فيها الجناب راه كتحطي الصينيه فوق الحرشه وكتقلبي، لكن بشوافن او ليغون على العافيه لا تحرقي. هانتوما كتشوفوا اخواتي كيفاش قلبت، بينت لكم الطريقه. يعني كيف قلت لكم انا بغيت هذه المساله خصوصا يعرفوها المبتدئات. هنا قلبت الحرشه ديالي هانتوما كتشوفوا صافي غطيب على الجهه الاخرى، وفين ما بانت لك ما طيباش راه غتقلبي. انا وريتكم هاد الصينيه اللي كنقلب بها، ممكن تكون اينوكس، ممكن تكون عندك شي قلابه ديال العود، كل واحد وطريقته. وهذه هي الحرشه ديالنا. وها فاش كنقدموا الحرشه، انا في الصراحه كتعجبني الحرشه في الطبق ديال الدوم بهذه الطريقه. وهذه هي الحرشه ديالنا بالصحه والراحه، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسونيش من شي تعليق محفز كما قلت لكم في اول الفيديو، واللي ما مشتركش عندي في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. بالصحه والراحه، ما نقولش لكم عليها لذيذه بزاف.